حبايبي الحلوين وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة استريبس الفراخ بطريقة سهلة وحلوة قوي، وهنعمله بطريقتين. التغطية المقادير هياها، بس التغطية بطريقتين مختلفين، والطريقتين احلى من بعض. عندي كده صدور فراخ مقطعاها قطع، السمك بتاعها حوالي سنتي او سنتي ونص، وبختار الموزة بتاعت الصدر اللي بتبقى تحت دي. وعندي نشا ودقيق، ده حوالي نص كيلو. نص كيلو هعمله بطريقة، ونص كيلو تاني هعمله بطريقة تانية. البهارات بتاعتنا عندي فلفل وبصل بودر وتوم بودر وشطة ومعلقة بيكنج بودر، وعندي مستردة ومرقة فورية وشوية ملح وحبة سكر، يعني ربع معلقة صغيرة سكر. دي البهارات بتاعتي كده. هنجيب بقى الدقيق والنشا، يعني مثلا لو معلقتين دقيق يبقى معلقة نشا، لو 4 معالق دقيق الدقيق نصه بالظبط النشا. هحط الدقيق والنشا على البهارات وهقلبهم كده على الجاف كويس. وهجهز معايا شوية مية كده، مية من الحنفية عادية خالص، هنزل بها على الخليط الناشف. انا ما كانش عندي لبن ولا زبادي، الاحسن ان انت تحطي لبن وزبادي. طب ما فيش، مش هنقول لا، المية هتمشي معانا وهتبقى جميلة قوي. وهقولك برضو ازاي تخزنيها في الفريزر وتطلعها التحمير على طول. تابعي معايا كل الخطوات. قلبتها كده. انا عايزة الخليط بتاعي اي خفيف قوي، يعني اخف من خليط الكيكة، وبسيبه كده مثلا ليلة كاملة في قلب التلاجة. بجهز بقى الكفر بتاعي، كوباية دقيق، نص كوباية نشا، والبهارات بتاعتي مرقة فورية، بهارات فراخ، فلفل، ملح، توم بودر، بصل بودر. والفراخ بتاعتنا اللي في التتبيلة هي بقالها ليلة كاملة في التلاجة. بجيب البهارات بتاعتي بنزل عليها على النشا والدقيق. دي الطريقة الأولى كده، بخلطهم كلهم على الجاف. وبجيب بقى قطع الفراخ بتاعت الستريبس من الخليط السائل للخليط بتاع الدقيق والنشا، بغلفها كويس جدا، مفيش مكان مغطوهوش. جربوا المقادير والطريقة دي هتعجبكم قوي، طعمها جميل احلى من بتاع بره، وبتكاليف بسيطة. يعني هتيجي تحسبي نص التكاليف، ال20 صابع الكيس عامل 240، انتي هتكلفي اقل. شايفين معايا بقى كده التعريجات بدأت تظهر لهيت. اي انا بنفضها كده كويس، كل ما هتنفضيها كويس كل ما هتلاقي التعريجات بدأت تظهر معاكي. شكلها جامد جدا. انا عملت الكمية كلها، هقولك ازاي لو انت عايزة تفرزيها. هنجيب الاطباق السفنج بتاعتنا دي، واجيب نشا، مش هيحصل لها اي حاجة، هتعميها وتطلعها على التحمير عادي خالص. بحط كمية نشا كده في قلب الطبق، بفردها. وبجيب صوابع الستريبس بتاعتي وبحطها فوق النشا كده في الطبق، برصص الكمية كلها. بين كل طبقة وطبقة بحط طبقة نشا. النشا دي بتخلي ان هو ما يبقاش فيه رطوبة في الستريبس بتاعي، ويفضل محافظ عليه زي ما هو. بعمل طبقة كده تانية علشان ارصص صوابع الستريبس بتاعي فوقيها كمان. وزي ما هي كده بدخلها الفريزر. عاوز استخدمها اطلعها احطها في الزيت يكون غزير، ويكون النار بتاعتي اقل من المتوسطة، عشان الفراخ دي مش مستوية، تطلع معاكي مقرمشة وحلوة قوي. ده كده النص الاولاني، وده شكل النص الاولاني الطريقة الاولى بعد ما اتحمرت، مقرمشة جدا ومستوية قوي من جوه، وطعمها جبار، والكفر بتاعها ما فكش ولا اي حاجة. وحلوة قوي، يا رب الطريقة تعجبكم، والكفر بتاعها تحفة جدا، مقرمش. حاجة بجد خطيرة، والفص طري من جوه ومقرمشة ولذيذة جدا.
ونفس النكهة والبهارات والتتبيلات بتاعت بره. النص التاني عندي برضو قطع الفراخ الستريبس، نفس التتبيلة اللي انا عملتها في الاولى هياها اللي انا عملتها في التانية، بس المرة دي بقى الكفر انا هعمله بكريسبي. بتروح للعطار تقولي له انا عايزة كريسبي اللي هو بتاع الفراخ، بتجيب زي ما انت عايزة ب10 ب20. انا بطحنه نص طحنة كده في الكبة بتاعة الخلاط، وبجيب القطع من الخليط السائل بتاعها وبغلفها بالكريسبي كده زي ما احنا شايفين. انا عامله لك طريقتين والطريقتين يعجبوك ان شاء الله، الطريقتين احلى من بعض. بغطيها كويس كده وبضغط عليها علشان الكريسبي يلزق في الفراخ، ما هيش هتفك منك ولا اي حاجه، زي ما هتحطها في الزيت زي ما هتطلع، لان النشا والدقيق لما بتنزل في الكريسبي بتمسك فيها بسرعه. انت حطاها في الكيس حاطه كده بتقوم لما كل الجوانب بتاعت قطعه الفراخ زي ما احنا شايفين كده، غلفتها كلها. هعمل الكمية بتاعتي بقى اللي عندي بالطريقة التانية دي. شايفين حاجة جميلة جدا، انا خلصت الكمية التانية جميلة جدا، والتعريجات حلوة قوي ومقرمشة جميلة، والفص بتاعها من جوه هنشوفه في التحمير الوقتي حلو قوي. التخانة بتاعتنا حوالي سنتي ونص. ممكن نعمل بالكريسبي ده برضو البانيه، بس طبعا البانيه بتاعنا بيبقى رقيق. وده شكلها بعد التحمير جميلة جدا مش قوي، وشايفين الكفر بتاعنا مفكش معانا خالص، زي ما احنا حطيناه وهو طري زي ما اتحمر معانا وطلع معانا. الزيت غزير ومن درجة الحرارة اقل من المتوسطة علشان تستوي الفصوص من جوه. شايفين الفص تحفة ازاي من جوه ومستوي وطري. يا رب الطريقتين يكونوا عجبوكم. بنقدمها مع شوية مكرونة، تعمليها في البيتزا، تعمليها في الكريبات، اي حاجة شغالة معاكي. وما تنسوش اللايك والشير، ودعوة حلوة من قلبكم ليا. بحبكم في الله، احلى حاجة في حياتي.